كما شفنا البارح الواقعه اللي وقعت في هذا المكان هذا في مدينه مراكش هنايا بالضبط. اليوم جينا باش اننا نقيو الخزي والعار اللي دخل الحيط هذا في هذه المدينه المباركه نتيجه التطبيع. فهذا الحيط هذا اللي بناوه شرفاء هذه المدينه المباركه، هذه المدينه الشريفه بناسها برجالاتها السبعه، الاحرار ديال هذه المدينه هذه اللي جاهدوا حرروا لنا هذا البلاد هذا وبناو لنا هذا الحائط هذا. اليوم كنشوفوا ان هذا الحائط هذا اصبح مرتاعا للصهاينه، مرتاعا لقتله الاطفال المجرمين. فين غاديين بهذا السياق هذا؟ في اشمل السياق باش غاديين بهذا التطبيع هذا اللي غاديه في هذه البلاد هذه؟ في اشمل السياق يا عباد الله. وحنا كنشوفوا بلادنا تنتهك حرمتها من قبل الصهاينه المجرمين قتله الاطفال. اليوم احنا امام مسؤوليه باش اننا نتحركوا ونهضروا على هذا الشيء هذا ونهضروا وندافعوا على هذه البلاد هذه. اما ان تكون مقاوما ممانعا، هو انك تكون صهيونيا خائن جبان، خائن لهذه البلاد هذه، خائن لرب العباد. الناس اللي كيقولوا تازا قبل غزه، احنا كنشوفوا اليوم ما انت مع تازا ما انت قدمتي شيء لغزه. حنا كنشوفوا غزه اليوم ضيع بين يدينا، حنا كنتفرجوا فيها. اقسم بالله ثم اقسم بالله ثم اقسم بالله وما تحركنا وما هضرنا الى غادي نديو الثمن غالي جدا جدا اكثر مما تتخيلون، لان المؤشرات ديال الاختراق الصهيوني وديال التوغل الصهيوني في هذه البلاد هذا، او نقول الهجوم الصهيوني، فعلا هو هجوم صهيوني بالحرف، لانه هجوم على الهويه ديالنا، على الثقافه ديالنا، على الاستقرار ديالنا في هذا البلد هذا. فاليوم حنا مطالبين باش اننا نتحركوا ونتصداو لهذا المشروع هذا اللي بيهدم البلاد ديالنا. وشكرا.